اوكي، الفترة اللي فاتت بصراحة بدأت اسمع كلمة ديت كتير. انا نازل ديت. تلبس ايه لو انت نازل ديت؟ الكوتش ده مناسب لو انت نازل ديت؟ العطر المناسب لو انت نازل ديت؟ فبدأت اسأل هو يعني ايه ديت؟ اوكي، لو فتحنا جوجل ترانزليت وكتبنا ديت فهنلاقي تاريخ معروف، موعد، عصر، بلح اللي هو ديت، تمر، عهد، بقاء، عجوة. ماشي، كل الكلام ده جميل جدا، لكن لو نزلت تحت بقى للديفينيشنز هتلاقي a social or romantic appointment or engagement، يعني لقاء رومانسي، واخد بالك؟ اتسديت لقاء رومانسي، تمام. لو نزلنا لتحت خالص هتلاقي ان date بيساوي go out with، اللي هو someone in whom one is romantically or sexually interested. واخد بالك من الكلام؟ بص يا صاحبي، بداية كده بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما عندناش حاجة اسمها ديت. ده هو الديت الوحيد اللي عندنا التمر، واخد بالك؟ والديت اللي هو بمعنى التاريخ او الميعاد، لكن الديت اللي هو بمعنى موعد غرامي بدون معرفة الاهل، فده ما عندناش. لا يعني ما عندناش والله، يعني كان نفسي بس ما عندناش. طب هل في موعد غرامي بمعرفة الاهل؟ يعني لا، برضو ما عندناش. طب ايه الحاجة اللي عندنا؟ الحاجة الوحيدة اللي عندنا هي الرؤية الشرعية، الخطبة، الزواج. ما ينفعش انك تعرف واحدة من وراء اهلها وتروحوا تقابلوا بعض من وراء اهلها، او حتى دلوقتي بمعرفة اهلها برضو احيانا بدون اي رابطة، يعني واخد بالك؟ طبعا قد يبدو ان الكلام اللي انا بقوله ده هو خيال علمي دلوقتي، انا عارف، بس لازم يقال برضو، حتى وان كان الموضوع بقى مستصاغ في المجتمع بسبب يعني دلوقتي صعوبة الزواج شوية، 2-3 فبرضو لازم نوضح الصح يعني. وللأسف شديد في دلوقتي بعض البرامج اللي هو ايه، برنامج التمر الأعمى. عارف انت برنامج التمر الأعمى المنتشر، التمر اللي هو الديت برضو. ففي برنامج كده منتشر حقيقة، يعني سبحان الله، الواحد لما بيقرأ التعليقات على الحلقات ديت بيكتشف فعلا ان حتى ولو في بعض الأوساط الاجتماعية الموضوع ده متقبل جدا ومستصاغ، فالغالبية العظمى مطبات عندنا في مصر، الغالبية العظمى من الناس، السواد الأعظم من الناس رافض هذا الموضوع تماما ومستنكره ومش متقبله خالص. ومفيش واحد يقبل على أخته، مش راجل يعني، يقبل على أخته مثلا تروح ديت مع واحد بس يكون راجل، يعني عارف، لا يقبل هذا تماما. مفيش أي حد يقبل هذا بأي شكل من الأشكال. يعني احنا عندنا البنت أو الست والآنسة هي حاجة مصونة كده، وحاجة ايه يعني يؤتى لها. انت تيجي وتتقدم ونرفضك وتتقدم، واخد بالك؟ عارف، فالموضوع عندنا كده، واخد بالك؟ فكرة بقى ان دلوقتي الثقافة المنتشرة بقت لا، وان احنا نطلع ديت وننزل ديت ونتقابل ويبقى عندنا اكسات كتير وبتاع. اصلا يعني اكتشفوا، لسه مكتشفين دلوقتي، واخد بالك، ان الحاجات ديت بتستهلك الانسان عاطفيا ونفسيا للدرجة ان هو لما فعلا يرتبط او يتزوج ممكن الزواج ده لا يكلل بالنجاح ويفشل سريعا. وقصص كتيرة جدا عن اتنين، يعني قصة حب ملتهبة ومشتعلة وبتاع، وساعة ما يتجوزوا ما يكملوش سنة ويتطلقوا. ففي يعني حاجة تستحق الدراسة. يعني المفروض بقى دول اتنين عارفين بعض وعارفين طباع بعض وعارفين كل حاجة، ولما يتزوجوا الموضوع ما يتمش. طبعا في ناس بتتم، بس بنتكلم ان الموضوع كان منتشر اول لدرجة ان هو لا، الناس بدأت تلاحظ، الواحد بدأ يلاحظ ان دول المفروض بقى القصة اللي المفروض تستمر وهابلي ايفر افتر والكلام الجميل ده. لكن ده ما يصحش، ما بيحصلش. الشيء برضو الاغرب، وهو يمكن جوردن بيترسون اللي هو دكتور علم النفس المشهور كان يتكلم عنه، وهي ان اكتر جوازات، كان بيتكلم حتى على الهند مش عندنا هنا في مصر، يعني لان في الهند لسه الجوازات اللي هي المدبرة او AKA also known as، تعرف ايضا بجوازات الصالونات، عندنا هنا في مصر
لسه في الهند الموضوع ده مستمر جدا، وفعلا الأسرة بتدبر عروسة أو عريس لبنتها أو لابنها، وبيقابلوا بعض وبيتجوزوا جواز مدبر بيسموه كده هناك يعني، وناجح جدا ومستمر جدا، ومن أنجح الزيجات هناك هو الزواج المدبر ده. وبرضه هتيجي هنا في المجتمع المصري، برضه المجتمع المصري المحافظ هتلاقي من أنجح الزيجات هي الزواج اللي بهذا الشكل. طيب شيء برضه عكس المنطق بالنسبة لنا. الموضوع طبعا ليه أبعاد كتيرة جدا، يعني ممكن نبقى نستضيف حد متخصص في العلاقات، يعني نتعمق معاه في هذا الموضوع، لأن فعلا الإنسان اللي بيستهلك نفسه عاطفيا بقى في علاقات وفي كلام وفي خروجات وفي ديتس وبتاع، لما بيصل بيه الأمر إن هو بيتزوج، الموضوع ما بيبقاش فيه نوع من الرضا او نوع من الاكتفاء. يعني حتى يعني التمثيل اللي كان مشهور قوي، انت شخص بتاكل جمبري ومشويات ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين لما تيجي تتجوز انت هتاكل طبق واحد طول حياتك. هو طبعا يبدو ظاهريا ان التشبيه ده تشبيه والله تصدق صح وبتاع، لكن الموضوع مش كده تماما. وفكرة ان انت اصلا كلت كتير قبل الجواز بدرجات بقى الاكل، واخد بالك، لما بتتزوج لن ترضى خالص، لانك يعني خلاص انت مثلا عمال تاكل شوكولاته وكراميل ومشويات وايس كريم ومش عارف ايه وبتاع، تيجي نقول لك خد طبق البيض ده او طبق الجبنه ده او ايا كان، وده افطارك كل يوم. لا، انا عايز من الحاجات التانية دي. تمام. فالموضوع ليه درجات وليه تعقيدات كتير قوي. حتى بعد الزواج برضو سبحان الله الله عز وجل لما بيأمرنا ان احنا نغض البصر. هو انت يعني وتغض البصر ليه؟ عشانك اولا واخيرا، يعني انك عمرك ما هترضى وتقنع بشريك الحياة لو انت متزوج، يعني لو انت مطلق بصرك عمرك لا. لو انت بتتجوز ملكة جمال الكون واطلقت بصرك لا، مش هترضى بيها خالص، واخد بالك. فالموضوع ليه حاجات كتير قوي، واظن ان شاء الله ان احنا محتاجين نتكلم في حلقة مثلا مع حد متخصص في العلاقات، لان سبحان الله ان المولى عز وجل بيأمرنا بيه ويبدو لينا ان هو لا، مش شيء مش عملي او شيء مش منطقي، هو عين المنطق وعين الصح. المولى يعني عز وجل الله هو اللي خلقنا، هو اللي عارف ايه اللي يصلحنا وايه اللي يفسدنا. يعني نفس المثال القديم بتاع البرمجة، ان انت متبرمج في حاجات كده، واخد بالك، في الكود بتاعنا في حاجات تظبطها وفي حاجات تبوظها خالص تبهدل الدنيا. فمين أدرى حد بالحاجات دي؟ هو المصمم الصانع الخالق. فلما يقولك ما تطلقش بصرك، فده عشان تعيش سعيد مع زوجتك وحياتك الزوجية، عشان ما تستهلكش نفسك عاطفيا وتشيخ، واخد بالك، وفعلا يصل بيك الأمر ان انت لن ترضى برضو فيما بعد. يعني صلاح او فساد المجتمع مرتبط بشكل كبير جدا بالاتساق مع الأوامر والنواهي بتاعة الخالق عز وجل. يعني هتقول لي طب ما المجتمعات بره عايشة وبتاع، والله المجتمعات بره بايظة بوظان السنين، ودلوقتي بيبوظوا العيال وهم صغيرين، يقولوا الواد لا انت بنت، ويقولوا للبنت لا انت مش عارف ايه، انت لسه جندر فلويد يا ابني، لسه مش عارفينك انت واد وحاجات كده. يعني اعوذ بالله يا اخي والله ربنا يحفظنا من الموضوع ده. فبس يا سيدي، وكل ديت حلو قوي. وبهذه المناسبة الجميلة ففي بودكاست جميل جدا لأمير والشيخ الغليظ وياسر ممدوح عن الموضوع ده بالذات ايه المشكلة في الحب والارتباط والديت. يعني بصراحة بودكاست رائع يعني. ارجح جدا ان انت لو وصلت في الفلوج لحد هنا، ارجوك روح على طول على البودكاست ده، نسيبهولك في الديسكريبشن، نسيبهولك في الشاشة النهائية اللي هي ممكن تكون ظاهرة قدامك دلوقتي. الموضوع ده هيفرق معاك جدا وهيوضح لك حاجات مهمة. ووالله يا اخي الكلام اللي بيقولوه كلام عملي وحقيقي وبيحصل
حرفيا يعني الناس ديت مش جايين من المريخ او بيقولوا لك حاجه ما بتحصلش او ما حصلتش. الكلام اللي هم بيقولوه كلام حقيقي وواقعي وبيحصل كل يوم. وانا يعني انا مريت ببعض الكلام اللي هم بيقولوه. فارجوك او ارجوك اسمعوا البودكاست ده، اقسم بالله يدرس فيه فائده وفيه عصاره خبرات رائعه. فروح شوف البودكاست ده، مهم قوي قوي قوي. وصدقني كل اللي بيقولوه ما شاء الله صحيح وعن تجارب، مش من دماغهم.